السلام عليكم ورحمة الله، صبحكم الله بالخير وحياكم الله. آه، قبل سنوات من زمان في صغري كنت أقرأ كتب كثير. من ضمن الكتب مر علي كتاب يحوي أشعار للصحابي علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الصحابي العظيم الحكيم جدا، رضي الله عنه وأرضاه. أدهشتني أبياته في جزالتها، في قوتها، وفي فصاحتها العظيمة، ولا بد يعني. علي بن أبي طالب أحد العشر المبشرين وتلميذ النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عرف بحكمته والتي ستتبين لكم إذا قرأت لكم بعض أبياته. هذه أبيات قصيرة، عبارة مجموعة من الأبيات. ببدأ بهذين البيتين. تأملوا كيف حكمته وتصويره. طبعا أنا اللي خلاني أسجل هذه السنابات أني لما تذكرتها أذكر أنه لفتني شيء معين في أشعار علي بن أبي طالب. فهمت من أشعاره رضي الله عنه أنه كان يعاني في حياته من الفقر، أو في بعض حياته أو في غالب حياته رضي الله عنه. لكن ما ضره فقره، وهو قد بشر بالجنة، وهو رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وتزوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تأملوا في هذه الأبيات. بأبدأ أعطيكم نماذج من بعض النماذج من أبياته رضي الله عنه، من ديوان وجدته في النت. أنا فقدت الكتاب اللي قرأته، هذا من سنوات في صغري، لكن أبدلني الله موقع اسمه موقع الديوان، يحوي أشعار كثيرة، من ضمنها أشعار علي بن أبي طالب رضي الله عنه. شوفوا هذه البيتين. يقول طبعا أنا قبل لا أبدأ فيها، علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي لفتني في أبياته أنه يعني عرفت من خلالها أنه عانى من الفقر كثيرا، وأنه يقول عن نفسه أنه لو أن الغنى والثراء بالذكاء لكنت أذكى واحد، لكن الغنى والثراء ليست بالذكاء، وما تؤخذ بالذكاء. خلني أجيب لكم البيت اللي أنا أقصده بهذا. هذه يقول: فلو كانت الدنيا تنال بفطنة وفضل وعقل نلت أعلى المراتب، ولكنما الأرزاق حظ وقسمة بفضل مليك لا بحيلة طالب. لا إله إلا الله. يعني هو اجتمع فيه صفتان: ذكاء عظيم وحكمة عظيمة، وهذه واضحة وضوح الشمس. وابتلي رضي الله عنه في نفس الوقت بفقر شديد. فيقول: لو كانت بالذكاء الدنيا تنال بالذكاء والغنى والثراء نلت أعلى المراتب، لأنه واثق أنه ما يحتاج رضي الله عنه أنه في قمة الذكاء والحكمة، لكن حظ وقسمة الأرزاق لا بفضل مليك لا بحيلة طالبي. هذه البيت شدني جدا، والحمد لله أني حصلته. وأيضا في أبيات يتكلم فيها عن نفس المعنى هذا. يقول: يغطي عيوب المرء كثرة ماله. واضح أنه كان يعاني من الفقر رضي الله عنه. يغطي عيوب المرء كثرة ماله، يصدق فيما قال وهو كذوب. يغطي عيوب المرء كثرة ماله، يصدق فيما قال وهو كذوب. ويرزي بعقل المرء قلة ماله، يحمقه الأقوام وهو لبيب. أخي البيت الثاني: يغطي عيوب المرء كثرة ماله، يصدق فيما قال وهو كذوب. ويزري، شكله يزري بس في خطأ هنا، ويزري بعقل المرء قلة ماله، يحمقه الأقوام وهو لبيب. يعني هو لبيب وذكي من أولي الألباب، لكن قلة ماله تجعل الناس تزدريه، ويزري بعقله قلة ماله. لا إله إلا الله. نشوف مثال ثاني أيضا في نفس المعنى. هذه يقول: لو كان بالحيل الغنى لوجدتني. لو كان بالحيل الغنى، بالحيل والذكاء، لوجدتني. لو كان بالحيل الغنى لوجدتني بنجوم أقطار السماء تعلقي.
لكن من رزق الغنى حرم الحجى، ضدان مفترقان أي تفرق. طبعا هذا تعميم، في عادة العرب أنهم يعممون، وقد يكون تعميم ليس على إطلاقه، فلكل قاعدة شواذ. لكن يقول لكن من رزق الغنى حرم الحجى، العقل، ضدان مفترقان أي تفرق، ما يجتمع غنى وحجى يعني عقل وذكاء. لكن طبعا لكل قاعدة شواذ. أخوه عمرو بن العاص رضي الله عنه من أغنى العرب وهو أذكى العرب كما قيل عنه، الصحابي عمرو بن العاص. لكن هذا في الغالب، يقول في الغالب الأغنى أقل ذكاء. فسبحان الله. أيضا فيها أبيات يقول كم أديب، يقول رضي الله عنه: كم أديب فطن عالم، مستكمل العقل مقل عديم، ومن جهول، يعني وكم من جهول، ومن جهول مكثر ما له، ذلك تقدير العزيز العليم. سبحان الله. آخر شطر من آخر بيت مقتبس من القرآن: كم أديب فطن عالم، مستكمل العقل مقل عديم. فطن وعالم ومستكمل العقل ومقل عديم فقير. ومن جهول، يعني وكم من جهول، ومن جهول مكثر ما له، ذلك تقدير العزيز العليم. لله حكمة. طبعا زي ما قلنا وأكرر، ليس فقط عمرو بن العاص اللي خرج من هذه القاعدة، الكثير معروفين، يعني ما أحتاج، لا شك في ذلك. يعني الأمثلة كثيرة على الذين هم جمع الله لهم بين الحكمة والذكاء والدهاء والثراء والغنى. الأمثلة كثيرة، بس هذه طريقة العرب دائما بما فيهم الصحابة. هذه تعميم لا يقصدون به التعميم المطلق دائما. يعني التعميم عند العرب أحيانا لا يقصد به التعميم حرفيا، وإنما يخرج منها لكل قاعدة شواذ، ما أحتاج. يعني فيه كما قلنا من اجتمع فيه الأمران، اجتمع فيه الحسنيان، الغنى والذكاء.